رمضان قرب وكل بيت بيسأل السؤال المعتاد، يميش رمضان هيغلى ولا الأسعار هتفضل في المتناول؟ الأخبار بتقول إن يميش رمضان 2026 حالته مستقرة، وفي أصناف كمان أسعارها أقل كتير من السنة اللي فاتت، وده أكيد حسب تأكيد شعبة العطارة. وسبب طبعا إن الدولار مستقر، وكمان في وفرة في بعض المحاصيل، وده أكيد انعكس بشكل مباشر على السوق. الزبيب المصري تحديدا عمل نقلة كبيرة جدا في الجودة، وكمان بقى ينافس المستورد، فقل الاعتماد على الزبيب الهندي والإيراني، وده أكيد ساعد طبعا في تثبيت الأسعار. وطبعا علشان يبقى كيلو الزبيب بحوالي 170 جنيه، والفول السوداني الممتاز بحوالي 90 جنيه، وكمان جوز الهند بيبدأ من 260 جنيه. أما قمر الدين في اختيارات كتيرة بتبدأ من 45 جنيه لحد 130، حسب طبعا النوع والحجم. وكمان في أصناف كمان سعرها أعلى شوية، لكن بشكل عام مفيش أي زيادات كبيرة متوقعة. وعلى فكرة، اختلاف الأسعار من محل للتاني غالبا سببه الإيجار والمكان مش الجودة، يعني اللي يدور ويقارن هيقدر إن هو يجهز يميش رمضان من غير ما الميزانية تتكسر.